السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا أمارات هنعمل طبق شهي جدا في سفرة رمضان. هنعمل الرقاق الناشف، ودي طريقته سهلة جدا. هنجيب صينية وهنجيب الرقاق الناشف وهنجيب شوربة تكون دسمة شوية من لحمة، من فراخ، من بط، اي حاجة، اي شوربة بس يكون دسمة شوية. لو الشوربة مش دسمة هحط فيها معلقة من السمنة البلدي، وهجيب السمنة البلدي زي ما حضراتكم شايفين. ادي الصينية بتاعتنا. اول حاجة هنبطن الصينية بتاعتنا بسمنة، ندهنها سمنة كويس جدا. همسك الفرشة بتاعتي وهدهن الصينية بتاعتي، هبطنها بالسمنة البلدي، ريحتها طبعا رائعة. هبطن بيها الصينية بتاعتي كويس جدا من كل الاتجاهات اهو. هدهنها كويس جدا عشان خاطر ما يلزقش فيها ويتحمر الرقاق من تحت. واول حاجة بقى، اول تريك هقول لكم عليها عشان ما يلزقش في قلب الصينية بعد ما هبطنها، اول طبقة هحطها من الرقاق الناشف هتكون من غير ما اكون بلها بالشوربة بتاعتي. همسك الرقاق هحطه كده وهو ناشف من غير ما بله، عشان خاطر ما يلزقش، وعشان خاطر يبقى سهل التحمير. اولا يتحمر كويس جدا وما يلزقش في قعر الصينيه. شايفين؟ هبطن اول حاجه بالجلاش الناشف من غير ما احط له شوربه ولا اي حاجه. طبعا الشوربه بتاعتي اهو لازم املأ الصينيه بتاعتي داير ما يدور، اغطي الصينيه بيها زي ما احنا شايفين كده. الطبقه بقى اللي هتبقى بعد دي هنحط فيها، هنبلها بالشوربه. انا الشوربه بتاعتي عندي دسمه، مش هحط فيها اي حاجه ولا معلقه سمنه ولا حاجه، لان هي اوريدي شوربه دسمه. هبل الرقاق زي ما احنا شايفين وهحطها. دي ابتداء من بعد اول سطر. كل الرقاق بقى اللي هيتحط لازم طبعا هيتبل بالشوربه الدسمه بتاعتي. لو الشوربه بتاعتنا مش دسمه هنحط فيها معلقه من السمنه اهو. همسك الرقاق بتاعي هبله كده داير ما يدور. طبعا لازم تكون تحت مني صينيه علشان خاطر ينزل فيها الشوربه دي اهو زي ما احنا شايفين. ببله من كل حته فيه، مش هسيب فيه حته ما اكونش بارد بالشوربه بتاعتي الدسمه. وهحطها وهسويها بايديا كده، ما خافش منه لان هو اوريدي كل الهيشان اللي فيه ده هينزل على ما فيش. احنا هنعمل 3 رقات وهحط اللحمه بتاعتي المتعصجه. طبعا كلنا عارفين ازاي بنعصج اللحمه بتاعتنا. بننزل باللحمه في الحله، وهنديها تحميره كده كويسه قوي مع معلقه سمنه، وبعد كده انزل عليها بالبصل وملح وفلفل واللي هي البهارات بتاعه اللحمه، ومستكه وحبهان وورق لوري، واحط لها شويه شوربه كده عشان تستوي كويس جدا. واول ما هتتعصج ابدا بقى في عمايل الرقاق بتاعي الناشف. الصاج مش هقول لكم على طعمه هيبقى عامل ازاي، عشان كده انا بقول ده طبق مميز في سفرة رمضان اهو. حطيت 3 رقات من الرقاق الناشف. هنزل بالنص كيلو اللحمة المتعصجة هوزعها كويس قوي في كل صينية اللحمة، صينية الرقاق هسويهم لحد ما هملة الاماكن الفاضية اللي حضراتكم شايفينها دي. طبعا فص ثوم وهنكمل بقى الرقاق من على الوش، وهنحط من فوق برضو 3 طبقات زي تحت، وكل طبقة بنبلها. وبعد كده هو بقى هنحط الشوربة بتاعتنا. هحط فيها معلقة سمنة عشان خاطر الوش بتاع بتاع صينية الرقاق لازم احط له السمنة، وادخلها الفرن. شايفين خرجت زي الفل ازاي؟ وهغشش حضراتكم حاجة، كان عندي قشطة حطيتها على الوش حتتين كده صغيرين، فدت الشكل الجميل ده. وبالهنا والشفا، دمتم في رعاية